السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم إن شاء الله هنتكلم مع بعض فيها عن أهمية حزام الأمان باعتباره أحد المفاتيح المهمة للقيادة الدفاعية الآمنة والضرورية اللي بنحقق بيها السلامة المرورية على الطرق العامة. بتتمثل في إيه؟ في إن بنحاول نخفض عدد الوفيات والإصابات اللي بتنتج عن الحوادث المرورية. تخيل كده لو ماشي العربية بتاعتك على يمين الطريق بسرعة لا تتجاوز 50 كيلو، رايح مشوار قريب، قريب من المنزل، ومش مستخدم حزام الأمان، وجت سيارة اصطدمت بيك من الخلف. إيه اللي هيحصل؟ طبعا شيء طبيعي تلقائي بدون أي إرادة هتندفع إلى الأمام بنفس السرعة بتاعتك إلى أن تصطدم بأحد أجزاء داخل السيارة، زجاج السيارة، عجلة القيادة، التابلو الأمامي. طبعا واحد، كل ده هيعمل على إحداث إصابة بك. فحزام الأمان مهم وضروري، مش فقط عشان يثبتنا في المقاعد بتاعتنا أثناء وقوع الحادث، ولكن برضه عشان يمتص الآثار المترتبة عن نتيجة هذا الاصطدام مع السرعة العالية. فهو بيحمي منطقة الحوض والقفص الصدري والكتفين. بس للأسف البعض مننا، وصراحة وأنا كنت واحد منهم، كنت بعمل الحكاية دي، ما مش بنستخدم حزام الأمان نتيجة قناعة داخلية من داخلنا كده إن هو بيقوم على حمايتنا أثناء القيادة أو أثناء الحادث المروري، ولكن بنتعامل معاه على أساس إن هو مجرد أداة تكميلية داخل السيارة، أو عند وجود أحد الأكمنة أو النقاط المرورية أو كاميرات المراقبة، بغرض تفادي الغرامات المالية وسحب التراخيص. تعالوا كده مع بعض نروح ونشوف بقى الطريقة السليمة اللي هنستخدم بيها حزام الأمان، وإيه النظرية العلمية اللي مبني عليها فكرة عمل حزام الأمان. وهنعرف إن هو من أولى الخطوات المهمة باستخدام حزام الأمان للحفاظ على حياتنا أثناء وقوع الحادث المروري. معكم دكتور أحمد شعبان. تعالوا مع بعض هنا نشوف عشان نعرف الفكرة العلمية والعملية اللي اتبنى عليها فكرة استخدام حزام الأمان. لازم نعرف نظرية الكسور الذاتي، عشان في ارتباط وثيق بين فكرة عمل حزام الأمان وهذه النظرية. هذه النظرية اللي هي الكسور الذاتي أو ما يسمى القانون الأول لنيوتن للحركة. إسحاق نيوتن ده عالم إنجليزي في مجال الفيزياء والرياضة، عمل قانون سماه الكسور الذاتي، أو نظرية بتقول إيه؟ إن الجسم الساكن بيبقى ساكنا، والجسم المتحرك في خط مستقيم بسرعة ثابتة يبقى كذلك، ما لم تؤثر فيه قوة خارجية بتغير من حركته. طب إيه معنى الكلام ده؟ إحنا لو جينا طبقنا الكلام ده كده على أثناء قيادتك للسيارة، هنشوف الكلام ده بيقول إيه. لو أنا ماشي بالعربية بتاعتي بسرعة منتظمة وخط مستقيم، است- اصطدمت بأحد الأجزاء الصلبة أو بعربية تانية، خلاص العربية هتحول من حالة حركة لحالة سكون. طب أنا كراكب جوه أو كسائق، جسمي بيقف مع توقف السيارة ولا بيستمر؟ لا، جسمي بيستمر. تبقى نظرية القصور الذاتي، بيستمر في الحركة في خط مستقيم بنفس السرعة إلى أن توجد قوة أخرى تعمل على استيقاف هذا الجسم. القوة الأخرى بقى دي إيه؟ طلعت الزجاج الأمامي للسيارة، عجلة القيادة، اصطدامه بأحد الركاب بجواره. من هنا جت فكرة عمل الحزام الأمان، اللي هو بيواجه القصور الذاتي أثناء التوقف المفاجئ أو أثناء الحادث المروري. فكرة عمله بيعمل على تثبيت الراكب في المقعد الخاص به، ويمنع حركة الراكب مع حركة السيارة أثناء الحادث المروري أو أثناء انقلابها أو التوقف المفاجئ. من هنا جت فكرة عمل حزام الأمان. وعلى فكرة معلومة كده صغيرة لنا كلنا، إن تعتبر شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات تعتبر رائدة السلامة والأمان في السيارات، لأنها أول شركة لصناعة السيارات قامت باستخدام حزام الأمان الثلاثي النقاط اللي هو مستخدم حاليا في جميع السيارات. والكلام ده سنة 1959، في أول عربية كانت فولفو، كانت طراز بي في 544. بعد كده نزلت الشركة عن براءة الاختراع لجميع الشركات تستخدمه في جميع السيارات لتحقيق الأمان والسلامة في جميع السيارات، زي الأحزمة اللي بنشوفها الآن في جميع السيارات الموجودة في الطريق. تعالوا مع بعض بقى نشوف كده الطريقة السليمة لاستخدام حزام الأمان. حزام الأمان لو تم استخدامه بالطريقة السليمة بيقلل من احتمالات الموت بحوالي 45%، وحالات الإصابة الجسيمة بحوالي 50%، ويمنع حالات الاندفاع
خارج السياره بحوالي 30 مره عن ايه حاله استخدامه بالطريق غير سليمه. طيب اول حاجه حزام الامان. اولا حزام الامان بينقسم لجزئين: الجزء العلوي او حزام الكتف لازم يكون على الكتف وعظمه الترقوه منتصف الصدر. ما البسش الحزام بقى ورا الرقبه او تحت اسفل او ورا الظهر او تحت الابط. الجزء السفلي او حزام الحوض لازم يكون موجود على منطقه عظمه الحوض، ما يحطوش على منطقه البطن عشان ما يسببليش اصابات زياده اثناء الحادث. برضو المرأة الحامل ما تستخدمش حزام الأمان على منطقة البطن، تحطه على أسفل البطن عند منطقة عظمة الحوض. لازم يكون مقعد الظهر بتاع المقعد السيارة في وضع مستقيم عشان حزام الأمان يؤدي الغرض المطلوب منه. برضو أثناء القيادة ما خليش بطن السائق تبقى ملامسة لعجلة القيادة عشان حزام الأمان يشتغل بحرية تامة. برضه حزام الامان يجب ان يكون مشدود، لازم يكون حزام الامان مشدود على جسم اللي راكب. انا بقول الراكب مش السائق، بحيث يبقى مشدود يبقى كل ما داخل السياره سواء راكب او سائق لازم يكون حزام الامان مشدود عليه عشان يؤدي دوره على وجه كامل، ما يكونش فيه فضفاض كده زي المنظر قدامنا ده. حزام الامان برضه ممكن الوضعيه الخطا لحزام الامان تخلي الوسائد الهوائيه او الاير باجز ما تؤديش الغرض منها. لو انا مش مستخدم حزام الامان وحصل حادث مفاجئ هتحرك من مكاني او هبقى في وسط العربيه او همشي هروح يمين او شمال، تيجي الوسائل الهواء تشتغل ابقى مش هتحمي جسمي ولا هتؤدي اي غرض ليا عشان انا مش موجود في المكان بتاعي. حزام الامان برضو من الحاجات برضو الضروريه. ما البسش حزام الامان وانا مرتدي بلطو او معطف سميك عشان الشدادات بتاعت حزام الامان تشتغل بطريقه سليمه. برضه ما احطش حزام الامان ويكون مثلا في الملابس بتاعتي يكون جسمي صلب مفاتيح او تليفون محمول، عشان لو حزام الامان اتحط على الحاجات دي اثناء الحادث هيعمل اصابه مضاعفه ويعمل جروح في الجسم. كده احنا وصلنا لحلقتنا، نهايه حلقتنا النهارده. يا رب يكون مفيد حتى لو البعض مننا. على امل لقاء اخر ان شاء الله. لو حد عنده اي تعليقات يا ريت يبعتها لي في كومنتات تحت اسفل الفيديو. ولو حد استفاد من الفيديو ده يا ريت يدوس لايك ويبعت شير عشان يستفاد منه اكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله